السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الفترة دي انت ازاي تلم المنهج في اقل من 15 يوم، وازاي كمان تستغل الوقت ده صح علشان تجيب مجموع، وكمان تفرح اهلك. وكمان يعني لو انت مش هتلحق، لو مفكر انك انت مش هتلحق انك انت تلم المنهج وتجيب مجموع وتفرح نفسك وتفرح اهلك وتحقق حلمك، علشان انا جاي اقولك النهارده انك انت لسه بدري، ولسه الفرصه معاك، لسه قدامك الفرصه انك انت تنجح، وانك انت تثبت نفسك، وانك انت تجيب المجموع اللي انت نفسك فيه. وانك انت لو عايز تخش ستيم سكول مثلا، او عايز تخش مدرسه تمريض، او عايز تخش ثانوي عام، فانت ان شاء الله هتلحق، وكل اللي نفسك فيه ربنا يحققه لك. طبعا يا جماعه اقول لكم على قصه تحفيزيه مهمه جدا، يعني كلنا اتعلمنا منها وكلنا هنتعلم منها. مهما فشلنا لازم نكمل، ولازم نقف تاني من جديد. والقصه دي ان هي بتقول ان كان في واحد اسمه سامي. سامي ده كان دايما بيحلم ان هو يكون بطل رياضي محترف، لكن دايما كان عنده مشكله ان هو كان ضعيف جدا، وان هو ما كانش بيلعب كويس في الكره وكده. يعني كان نفسه ان هو يكون لاعب كره قدم يعني مشهور وكده، ولكن دايما ان هو كان بيخسر كل مره بيحاول فيها سامي كان بيخسر. لكن سامي ما استسلمش، وقرر ان هو يتدرب كل يوم، وبدأ ان هو يجري في الصبح. وكل يوم الصبح كان بيجري ويتدرب ويتدرب ويجري لحد ما اتعلم بشكل صحيح. كان في البداية كان الأمر صعب عليه شوية، ولكن مع الوقت بدأ يتحسن. تمام. ولكن بعد كام شهر كده بدأ سامي ان هو يكون واحد من افضل اللاعبين، ويكون افضل لاعب على مستوى العالم كمان. وكمان شارك في بطولة دولية وبطولة كبيرة، وكان بيفوز دايما بجائزة افضل لاعب. الدرس من القصة دي يا جماعة ان هو احنا مهما كانت التحديات، او لو انت كنت مصر على حاجة لازم تكمل ولازم تسعى ليها. مهما فشلت ومهما خسرت هتقف تاني من جديد وتحاول تاني من جديد، وربنا هيكرمك فيما بعد. بصوا، هو ده شكل الجدول، وتعالوا اقول لكم انا عملته ازاي ومكتوب فيه ايه، وازاي تلموا المنهج في 12 يوم بس وب3 ايام مراجعه. اولا يا جماعه انتوا لسه في البدايه ولسه معاكم الوقت والله تنجزوا، بس انتوا حددوا اهدافكم، وكمان نظموا وقتكم على قد ما تقدروا. ولو نظمتوا وقتكم والله هتلحقوا، ولسه بدري وانا معاكم لحد ما تمتحنوا ان شاء الله. لو عايزتوا اي حاجه انا معاكم، لو عايزتوني الخص لكم مثلا بعض الملخصات عادي، انزل لكم تلخيصات عادي على التليجرام. تمام. فانتوا هتحاولوا على قد ما تقدروا انكم انتوا تنتظموا بس بالجدول دهتي، وربنا يوفقكم ان شاء الله. اولا عندنا الجدول دهتي انا عملته في 12 يوم. تمام. انا كنت عامله في 15 يوم بس قلت 12 يوم، يعني انتوا هتضغطوا ضغطه، بس ان شاء الله يعني لو انتظمتوا وذاكرتوا وهتتعبوا فعلا شويه في 15 يوم دول، بس ان شاء الله ربنا يوفقكم بنتيجه احلى، وان شاء الله الترم ده تجيبوا 140 من 140 وتقفلوا المنهج كويس. عندنا اول حاجه وهو اليوم الاول. عندنا في اليوم الاول عندنا هنا هنسطر الورقه. انا جبت ورقه بيضه اهيت، بصوا. هنسطر الورقه كده 12 سطر، والسطر بتاع الماده هنا كتبنا هنا عربي، جبر، هندسه، دراسات، علوم. تمام. طبعا اولا عندنا اليوم الاول، عندنا اهو اليوم الاول. العربي مش هناخده في اليوم الاول، عن العربي مش هناخده في اليوم الاول. تمام. هناخد في اليوم الاول الدرس الاول جبر، والدرس الاول هندسه، والدرس الاول والتاني دراسات، وهناخد كمان الدرس الاول علوم. يبقى في اليوم الاول، يبقى كده عندنا في اليوم الاول هنذاكر الدرس الاول جبر، الدرس الاول هندسه، والدرس الاول والتاني دراسات، والدرس الاول علوم. عندنا في اليوم التاني هنذاكر العربي. طبعا يا جماعه العربي عندكم انتوا متهيألي على ما اعتقد كده بتحفظوا النصوص ودروس القراءه باين. فانتوا لو عندكم حفظ الدروس بتاع النصوص فهتحفظوها وكده، فهتاخدوا الدرس الاول والتاني عربي، او ممكن مثلا الدرس الاول نصوص والدرس التاني والدرس الاول نحو، وهكذا. وهناخد كمان في اليوم التاني هناخد الدرس التاني هندسه، وهناخد في الدرس التاني علوم بس. تمام. يبقى اليوم التاني هناخد فيه الدرس الاول والتاني عربي لو كان في نصوص او نحو. تمام. انتوا بقى تقسموا. وهناخد الدرس التاني هندسه، وهناخد الدرس التاني علوم. عندنا اليوم التالت هناخد فيه يا جماعه اللي هو الدرس التاني جبر بس، والدرس التالت دراسات، والدرس التالت علوم.
يبقى اليوم التالت هناخد الدرس التاني جبر، والدرس التاني دراسات، والدرس التالت علوم. عندنا اليوم الرابع ده هناخد الدرس التالت عربي، اللي هو مثلا ممكن نحو او نصوص او قراءة، تمام. وهناخد كمان الدرس التالت جبر، وناخد الدرس التالت والرابع هندسة. طبعا الهندسة يا جماعة هي كويسة جدا، بس لازم تركزوا فيها. وهناخد الدرس الرابع علوم. طبعا يا جماعة انا قلت لكم كان في غلطة هنا اللي هي الرياضة. طبعا انا نسيت ان الرياضة متفرعة الى هندسة وجبر، وانا كده كده عامله لكم الهندسة وجبر. عندنا كمان هنكمل الجدول. اليوم الخامس هناخد فيه الدرس الرابع عربي، اللي هو قلنا نصوص او نحو او قراءة، والدرس الرابع جبر، وكمان عندنا الدرس الرابع دراسات، والدرس الخامس علوم. عندنا في اليوم السادس هناخد الدرس الخامس عربي، والدرس الخامس هندسة، والدرس الخامس دراسات، والدرس السادس علوم. طبعا كل البتاع ده كل مادة هتشوفوها فيها كام درس وكده. عندنا اليوم السابع هناخد فيه الدرس السادس، والدرس السادس عربي، والدرس الخامس جبر، والدرس السادس هندسة. وهناخد كمان الدرس السادس دراسات. عندنا اليوم الثامن ده هناخد فيه الدرس السابع عربي، والدرس السابع والسادس جبر، وهناخد الدرس السابع دراسات. اليوم التاسع ده هنراجع قصة، بناخد قصة أو هنراجع قراءة أو هنراجع نحو. وهناخد الدرس الثامن جبر، والدرس السابع هندسة، والدرس الثامن دراسات، والدرس السابع علوم. عندنا بقى اليوم العاشر هنراجع نصوص أو نحو أو قراءة. انتوا قسموا على ما قد ما تعرفوا، وعلى انتوا كده كده عارفين منهجكم كويس عني. وهناخد الدرس التاسع جبر، والدرس التاسع دراسات، والدرس الثامن علوم. اليوم الحداشر هناخد مراجعة القراءة والنصوص والنحو، يبقى 3 أيام اهوت مراجعة للعربي. وهناخد الدرس العاشر جبر، والدرس الثامن هندسة، والدرس العاشر دراسات، وهنعمل مراجعة على العلوم. طبعا يوم ال12 هنكون مخلصين، هيبقى معانا يوم 12 ويوم 13 و14 و15. الأربع أيام دول هنبدأ نراجع كل يوم مادة، تمام. طبعا انتوا لازم تنظموا وقتكم كويس، ولازم تمشوا على الجدول ده كويس جدا، وإن شاء الله ربنا يوفقكم. بالتوفيق، سلام.